ولا ازيكم يا شباب، اتمنى الجميع يكون بخير. فيديو جديد من سلسله كل يوم معلومه عن ايطاليا. سؤال بيتسال لي بيقول لي ايمن، لما جينا سياحه اخر مره ايطاليا شفنا ان في اكل بيتاخد بالوزن. يعني ايه اكل بيتاخد بالوزن؟ للي ما يعرفش الموضوع دوت، هو موجود بالذات في منطقه وسط ايطاليا، وخصوصا في روما وحوالين روما. ان انت لما بتدخل تاكل مثلا بيتزا، او مثلا بتدخل تاكل في حاجه بيسموها تافولا كالدا. تافولا كالدا ده بتبقى عباره عن مطعم انت بتاخد فيه الحاجه بالوزن، تمام. وبنفس الموضوع البيتزا بيسموها بيتزا تاليو، ودي برضو بتبقى بالوزن، يعني مش بتبقى قطعه. في مثلا بلاد في نص ايطاليا زي بولونيا، حوالين بولونيا بيبيعوها بالقطعه، لكن هنا في روما بتتباع بالوزن. فطبعا كل ما الحاجه عليها وزن زياده هتدفع ثمن اكتر. ممكن مثلا لو الحاجه مثلا عليها اكل زياده من فوق، غير مثلا الموتزاريلا، غير الطماطم، غير الكلام ده كله، الوزن بتاعها بيبقى اكتر وهتدفع فيها اكتر. دي حاجه مخصصه موجوده هنا في المنطقه بتاعت اللاتسيو. وانا اسمي ايمن، وما تنساش تعمل سبسكرايب. تشاو.